شاهدتم في الحلقات السابقة من رحلة الكابتن في عالم الهواية. لحد ما جت فتره كده وبطلت الهوايه وانقطعت تماما. في بدايه رجوعي لقيت شكل الانجليزي اتغير، يعني البدايه في السوق المحلي النجاح بتاعها ما بيبقاش كبير. كل ما صغرت العمر في الانجليزي كل ما كان افضل. انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اعزل الطير اللي جاي من بره، هو اللي بيتحمل خطوره النقل. في الانجليزي انا ما بشوفش لون. شكلي كويس يا باشمهندس؟ لا ممتاز. فانا احب لما اشتغل في عصفور اكون انا حابب شكله اكتر، بحاول اجاري السوق. فالبروكلي، الفلفل الالوان، الجزر. استاذ محمد، من هواة مدرسة المية البيضاء ولا المية الصفراء؟ استاذ محمد، لو كابتن احمد جاي يشتري منك او حد جاي يشتري منك حاجة، عصفور معين او حاجة معينة، والحاجة دي مش متوفرة عندك في الوقت الحالي، هل بتقول له انا ما عنديش وخلاص، ولا ممكن ترشح له حد من الناس اللي اخدت منك وانت شايف ان انتاجها كويس، او حد تاني يبقى عنده الطلب بتاعه حتى لو هو مش واخد منك؟ يعني بتتصرف ازاي في موقف زي كده؟ لما بيبقى في حاجه مش موجوده عندي في البادج، لان انا بشتغل في البادج انا بتكلم في الحاجه اللي حضرتك شغال فيها. طبعا بنصح بالاسامي. يعني انا مثلا عندي مثلا شغال في انجليزي وما عنديش طلب العميل في لون معين او في دايما بنصح بالاسامي اللي انا بثق فيها على المستوى الشخصي. تمام. انت على شايف انتاجهم المستوى كويس لا، والاهم من الانتاج على المستوى الشخصي هو شغال ازاي جوه عنده. مم. فالانسان على المستوى الشخصي بيشكل لي 70% من اختيار للطير. تمام. ف يبقى عنده مصداقيه وشغال بطريقه طبعا كويسه طبعا طبعا برشح طبعا. هو ده معروف عني ان انا برشح. انا مش بس برشح، انا كمان بيجي عليا وقت ان انا لو احتجت ان انا طير، سواء ليا او لحد من العملاء، بدور على الناس اللي حصل بيني وبينهم مصداقيه في التعامل، واللي انا متاكد من طريقه شغلهم ومن مصداقيتهم. خدوا منك قبل فانا مش كده؟ بس انا كمان بشتري الطير او بشتري الانتاج حل لو احتجت. يعني لو في عندك مثلا طلب على حاجه وبترجع تشتري طبعا الانتاج بتاعهم. طبعا انا ده تمام. مؤمن ان دي الطريقه الافضل لتقويه علاقتي ب العميل، وفي نفس الوقت بتبقى فايده للطرفين. انا محتاج تمام. وهو محتاج يبيع وانا محتاج اشتري. تمام. بالعكس، انا عندي الانتاج المحلي افضل 100 مره من ان انا اشتري فرد رساله. يعني انا لو عارف ان حضرتك مثلا الاب والام في ثقه، الاب والام معروف دول بتوع مين، او معروف الاب والام دول مثلا من عندي، فانا لما بشتري الانتاج طالما في مصداقيه بيني وبين حضرتك، انا بشتري الانتاج وببقى مطمن احسن عندي مليون مره من ان ان انا انت اجيبه من تجيب بره. رساله من طبعا بره. طبعا، لان الطير اللي متعود على الكلفه بتاعتنا وعلى الجو بتاعنا بيشتغل اسرع، طبعا، اسهل. هو انت بتجيبه في نفس درجه الحراره ونفس الجو ونفس 100 مره البيئه، نفس بيشتغل الكلفه اسرع حتى. واسهل وكل حاجه. السؤال الأخير يعتبر بالنسبة لي يا أستاذ محمد، والسؤال ده والله هو مش دعاية، بس أنا ليا أكتر من صديق اتعامل مع حضرتك وجاب ما شاء الله طيور كويسة، مستويات ما شاء الله كويسة، وبأسعار محترمة، يعني بأسعار عادية في متناول اللي أنا ككابتن أحمد أقدر اللي أنا أجيبها، لو أنا هاوي متوسط أو لسه ببتدي أقدر اللي أنا آخد من حضرتك. ليه الناس عندها معتقد دايما ان انا عشان اروح لاسم كبير فانا يعني انا خايف او عندي الحاجز اللي انا حتى اساله على الطير، عشان انا عارف مثلا اللي هو ممكن يرفض اللي هو يبيع لي، او اللي هو مثلا الطير هيبقى غالي قوي عليا، فانا مش اي حد يروح للمربي ده. فعايزين نتكلم في النقطه دي، بما ان انت بتواجه الكلام ده او بيجي لك ناس بتقول لك الكلام ده اكيد يعني. تمام. طيب انا اتكلم انا كهاوي اه. مبتدئ تمام. عاوز اشتري انجليزي، او مثلا عاوز اشتري ايا كان اللي انا حابب اشتريه. تمام. دايما انا لما بخش على براند دايما بيبقى عندي خوف من التعامل معاه، عشان البراند بيبقى عنده تكلفه وطريقه تشغيل مختلفه عن اللي شغال بشكل بسيط الشغل او بشكل العادي أقل. كويس. طيب، هل اللي عنده براند او اللي عنده اسم، او في اسم معمول، او في سمعه، هل هو مش محتاج يبيع زيه زي العادي؟ لا طبعا بالعكس، عنده ده هو انتاج. محتاج يبيع اكتر. المتخصص دايما محتاج يبيع اكتر من العادي، لان في انتاج، في فائض في الانتاج. تمام. الفرق ايه؟ الفرق ان احنا عندنا بيبقى زي ما بيقولوا كده الكلمه اللي بتتقال في السوق. فمجرد ما آه حد بيقول لحد لا ده سعره غالي، هو ممكن يميل اكتر ان هو يسمع عن ان هو يخوض يجرب. التجربه ويجرب. انا بنصح دايما روح ايا كان الاسم اللي بيتقال لك، طالما ما فيش حاجه في سمعه البني ادم من مصداقيه، والموضوع بيروح ناحيه السعر، روح واسال.
روح وجرب، لان احنا شغالين في حاجه ملهاش سعر، ملهاش تيكت بسعر. تمام، الموضوع اجتهاد، انت بتقدر سلعتك. الموضوع اجتهاد، وفي جزء منه لان احنا مصريين هو بيبقى فيه جزء من القبول الشخصي. انا ارتحت لك، مش هتعامل معاك زي ما اتعاملت مع واحد انا عارف ان هو مثلا جه والموضوع يعني شغال بشكل مختلف، او هو نفسيا يعني بدون الدخول في تفاصيل. فالموضوع متعلق بالقبول الشخصي. روح وجرب، روح وخوض، لان جزء من الموضوع بتاعنا هو العرض. روح واقعد، خد الواجب بتاعك، اتعلم، شوف، هتستفاد يعني، لو ما شريتش حاجه حتى على الاقل هتستفاد بدون فجزئيه الخوف دي اللي احنا محتاج المربي بتاعنا ايا كان هاوي متوسط كبير ان هو محتاج يكسرها. اللي انت بتسمع ان هو غالي، روح وتعامل، روح مش لازم وجرب. تشتري، مش لازم تشتري، على الاقل الموضوع عرض. هتخوض التجربه وهتعرف حتى على بالظبط. الاقل. ده اللي انا دايما بنصح بيه، سواء ليا او لغيري ايا كان الاسم. تمام. اي اسم انت طالما مفيش شكوك او شبهات حوالين يعني مصداقية الراجل عنده الخبر، امانه او مصداقيه، خلاص حته السعر بس اللي السعر دي فيها بتختلف، لان المشكله. احنا في النهايه احنا شغالين في بورصه. احنا النهارده السعر الحاجه او المحتوى اللي احنا شغالين فيه كده، فاحنا بكرة ممكن كلنا لازم هنبقى كده. تمام. طب هو كده هننزل يستحيل انا ابقى انا هنا والسوق وهو هنا، تحت. ابقى مجنون. تمام. أبقى مش لازم انزل هنا. تمام. فهي دي ده الفعل. طيب يا باشمهندس محمد، اخر حاجه عايزين نفرج او نعلم الناس كده، او الهاوي اللي هو بيروح يشتري عصفور بالنسبه للانجليزي، بما ان حضرتك يعني متخصص في الانجليزي، يبص على ايه؟ بس عايزين نشرحه على طير من عندك او على حاجه يعني توري المشاهد مثلا انا ببص على كذا، ببص على كذا، يعني على الطير نفسه. هل متاح حاجه زي كده؟ متاح ان شاء الله. بما ان حضرتك جبنا الطير كده، فعايزين اللي احنا طيب انا هتكلم عن الطير الانجليزي بشكل عام، اللي هو اللي الناس عندنا في مصر او الراي الجمعي او المجمل بيحاول يروح ناحيه شكل الطير الانجليزي، اللي هو مثلا بيبقى بالشكل ده، اللي هو الطير اللي فيه جسم، فيه كثافه ريش، فيه حجم، فيه ديل بالشكل ده. ده الراي الجمعي بيروح ناحيته. انا لو هتكلم بشكل شخصي، انا بحاول على قد ما اقدر ان انا مواصفاتي لاختيار الطير اللي هيقعد عندي في الكيج في العين ان هو يكون مناسب اكتر لمواصفات الدبليو بي او. اولا لازم يكون بيطير، ثانيا لازم يكون في المواصفات اللي انا حابب ان انا اورثها للجيل اللي جاي. فانا في اختياري مثلا للقطيع بتاعي بحاول على قد ما اقدر ان انا اميل ناحيه طير بالشكل ده، اللي هو بيبقى الاخطاء التحكيميه فيه قليله او تكاد تكون منعدمه. المستوى اقدر افركه بطريقه اسهل من الاحجام الاكبر، وفي نفس الوقت المواصفات كل الحاجات اللي انا محتاج ازودها او التفاصيل اللي انا محتاج ازودها في طير بنفس الحجم بنفس المواصفه. تمام. فالطيور اللي بتبقى الافضل ليا ان انا اشتغل بيها في القطيع بتاعي بتبقى حوالين المستوى ده او قريب من المستوى ده. تمام. حوالين الشكل ده، وده السن الصغير منها. تمام. هنا زي مثلا البنوته دي، انا بحاول لما اجي اشتغل ما اطلعش بالمستوى لبنوته في اكتر من المستوى دي بتوفر عليا وقت ومجهود ان انا اقدر افرخها، ما اعانيش في انتاجها، ما اعانيش في ان هي لما تحط بيض. ففي ستايل معين او شكل معين للطير بحاول على قد ما اقدر ان انا اخلي القطيع بتاعي في الشكل ده او في المستوى ده. بالنسبه للسوق بتاعنا احنا عندنا السوق بتبقى اهواء. الناس بتميل اكتر للطير الكبير، الطير اللي فيه حجم، بغض النظر عن المواصفه قوي. لكن المتخصص بيحاول على قد ما يقدر يروح للمواصفات المطابقه عشان يورثها لطيره وللاجيال اللي جايه. وخلي بالك انت حتى لما بتشتغل بالطير اللي فيه المواصفه او المطابقه برضه بيورث لك الطيور اللي فيها اخطاء جينيه كتير، لان هو الطير كله فيه اخطاء جينيه. فانت شئت ام ابيت كده بيحصل اخطاء زي لونج تيل وكروس فلا اللي هي الاجنحه اللي داخله على بعض، الفليكنج او اللي هو اللي بيسموه النمش، كل او اللي هو تداخل الالوان في خلفيه راس الطير. كل الاخطاء التحكيميه دي اللي هي بتنزل درجات او بتخرجه من التحكيم هي بتبقى موجوده في الطير سواء ظاهره او مش ظاهره. فكده او كده انت هيطلع لك جيل فيه اخطاء. فانا بحاول على قد ما اقدر وانا بختار الطير بتاعي ان انا اخرج من الاخطاء التحكيميه. فده هيتطلب من حضرتك كهاوي حابب
تتخصص مثلا في الانجليزي، ان انت تقرا وتثقف نفسك وتعلم نفسك ايه المطلوب، ايه المواصفات اللي انا محتاجها في الطير، يعني ايه بلو اب، يعني ايه دايركشن، يعني ايه كثافه ريش، يعني ايه متستف، يعني ايه الديل ما يبقاش طويل. كل ده انا محتاج اعرفه ومحتاج اتعلمه، ومحتاج اشوف، اهم حاجه محتاج عينيا تشوف انجليزي كتير. وفي الاخر ان انا عيني تقدر تشوف انجليزي او تعرف الانجليزي ده مطابق للمواصفه او لا، دي بتبقى موهبه من عند ربنا الى جانب العلم. يعني في جزء بنتعلمه، وفي جزء بيبقى موهبه زي لعيب الكوره كده الحريف. في لعيب كوره موظف بيقوم بالدور، وفي لعيب كوره هو موهوب بتلقائيه بيعرف يرقص الفرقه كلها، دي موهبه. في الانجليزي نفس الموضوع، في هاوي، انا بسميه هاوي موظف حتى لو قديم، وفي هاوي موهوب، هو عينيه بتعرف تشوف الطير المميز حتى وهو زغلول. انا بالنسبه لي كنت سعيد ان انا صورت مع حضرتك النهارده. سعيد جدا بمقابلتك وان شاء الله ربنا يجعل الفيديو ده في ميزان حسناتك. طبعا انا هسيب لحضرتك الكاميرا لو حضرتك حابب ان انت تضيف اي حاجه تحت امرك. طيب انا في جزئيه مهمه جدا انا حابب اتكلم فيها، هو ان عندنا في مصر مفيش فيديوهات كتير لصناع محتوى بتخاطب الهاوي اللي لسه بادي يدخل في الهوايه، حابب يربي عصافير، حابب يربي طير، وحابب يعرف الاساسيات. هنا في مصر مفيش حد صانع محتوى عنده فيديوهات او سلسله متكامله بتعمل ده للهاوي الجديد. من وجهه نظري انا الشخصيه ان الحته دي مش موجوده، ولو انا توسمت ان في حد ممكن يكون عنده الملكه ان هو يقدر يعمل ده فهو حضرتك. فيا كابتن استمر، ربنا يوفقك، وان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله ربنا يجعله في ميزان حسناتك اولا، ربنا يخليك، ثم الى جانب اي حاجه تانية بعد كده تيجي بعد كده. ربنا الاول يجازيك خير على الفيديوهات دي. انا كهاوي مبتدئ لما ابتديت ارجع للهوايه كان في اسئله كتيره محتاج اعرفها، محتاج اعرف يعني ايه فايلوت، محتاج اعرف يعني ايه رمادي، محتاج اشوف شكله على الطير، محتاج اعرف يعني ايه الفرق مثلا ما بين لون الباندد والهوريكال، والاثنين بيشتركوا في درجه اللون في الظهر. ايه الفرق؟ ليه بنقول ده باندد وليه بنقول ده هوريكال؟ ليه بنقول ده سايد؟ ليه بنقول ده متنحي؟ ليه النتايه بتكسر البيت؟ الاسئله اللي هي الهاوي الجديد محتاج ياخد اجابات قبل ما يخش، دي مش موجوده. وانا متوسم ان الحته دي موجوده عند حضرتك، وانت ما شاء الله عندك من الكاريزما وعندك من الالقاء. اول ما ابتديت اشوف فيديوهاتك انا عجبني، انا اللي رحت دوست لايك، لان انا بالنسبه لي الهاوي المبتدئ انا من الشخصيات وغيري من اخواتنا الكبار ما عنديش من الوقت ولا الطريقه البسيطه ان انا اشرح الاساسيات. فانا بفضل دايما طالما ما دخلتش او ما عندكش الاساسيات هيبقى صعب مثلا التعامل معايا، او ان انت تروح ان انت تتعامل مع مربي معين في ان انت تساله النتايه كسرت البيض، الذكر بيضرب النتايه، الذكر عور النتايه. الحاجات دي لما بتروح لمربي متخصص مش كل المربيين قادرين على ان هم يجاوبوا على الاسئله البسيطه دي، ولو عملها مره ما بيبقاش عنده من الوقت ان هو يعملها تاني، مش لاي سبب تاني غير ان الوقت ورتم الحياه سريع. فانت بالنسبه لي بالمحتوى بتاعك انت مهم جدا جدا بالنسبه لي انا، فربنا يوفقك وييسر لك كل الله خطواتك. ربنا يخليك يا باشمهندس، ومتشكرين على اللقاء الجميل ده، ربنا يخليك. وان شاء الله نكرره مره ثانيه باذن الله، الله. نشوف اسئله الناس ونحاول ان احنا على قد ما نقدر ان احنا ان شاء الله نجاوب عليها. وما زالت رحلة الكابتن في عالم الهواية مستمرة.